السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبالعيد فرحانين. تعالوا بقى النهاردة هنعمل صينية مشكل كده للفطار، وتنفع برضو للغدا. حاجة كده بجد تحفة عالمية بقى، عايزة اقول لكم يعني ملهاش حل. من احلى واجمل الاكلات اللي ممكن نعملها في العيد. انا بحبها جدا. عملناها بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم ازاي تعملوها وتطلع معاكم طعمها حلو قوي زي دي. وقبل ما ندخل بقى على طريقه الصينيه القمر الحلوه اللي تفتح النفس دي، هعرفكم بنفسي للناس اللي ما تعرفنيش. انا ساره سمير، عندي قناه على اليوتيوب باسم مطبخ العيله، وصفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ العيله. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك حلو كده للفيديو، سيبوا لي كومنت يفرحني، واللي ما اشتركش عندي على القناه وعلى الفيسبوك يشترك. اول حاجه بقى هتجيبي كده طاسه غويطه او حله، تمام. نزلت كده بشويه ليا ضاني، كنت مقطعاهم حتت صغيره خالص زي ما انتم شايفين، وعليهم شويه من الزيت. طبعا لو انت مش حابه الليا الضاني انت وراحتك، بس عايزه اقول لك بجد هتفرق معاكي جدا، طعمها بيبقى حلو وبيخلي طعم الصينيه في حته تانية. هفضل اقلب الليه بتاعتي اللي مقطعاها حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده مع الزيت، لحد ما الليه تنزل كل الدهون اللي فيها وتاخد لون. بس انا مش عايزه اغمقها اللون بني، عايزاها تبقى لونها بس اللون الذهبي الفاتح. بعد ما اخدت بقى معايا اللون اللي هي بالمنظر دوت، كنت هنا مجهزه كفته. بعمل بقى الكفته ازاي؟ جبت نص كيلو من اللحمه المفرومه، ممكن تحطي الكميه طبعا اللي انت عايزاها، وبشرت عليها بصلايه كده حلوه متوسطه، وعصرت منها الميه وضفتها على اللحمه، وحطيت عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح وبشره جوز الطيب بسيطه طبعا انت وراحتك، وحطيت عليها نص معلقه من بهارات الكفته، وعجنتهم كويس جدا في بعض. وبعد كده كورتهم بالشكل ده وحطيتهم في التلاجة نص ساعه شمعوا. بنزل بالكفته اول حاجه ليه؟ لان الكفته لو جينا قلبناها مع باقي المكونات هتفك مننا، فلازم الاول نديلها تشميعه كده حلوه في الطاسه، وبشيلها يعني مجرد بس ما بتاخد تشميعه من غير تسويه ولا اي حاجه. بشيلها بعد كده وبصفيها كويس، وكمان علشان الصوص اللي هينزل من الكفته دوت هسوي فيه بقيه المكونات، هتدي معاكي تيست حلو جدا. شايفين الصوص اللي نزل من الكفته قد ايه؟ هيدي طعم حلو قوي قوي في الصينيه اللي احنا هنعملها. همسك الكفته بقى كده اطلعها، احطها في طبق واسيبها على جنب. بكده بقى لما ارجع اضيف الكفته للمكونات بتاعتنا واجي اقلبها كده، ابقى ضامنه ان الحمد لله مش هتفك معايا خالص. تمام. بعد ما هطلع بقى الكفته كده كلها، تاني مكون هضيفه هو الصدوق. احنا اسكندرانيه يا جماعه فبنقول عليه صدق يعني، بس انا عارفه ان هو اسمه سجق. هنزل برضو بالصدق بتاعي وهقلبه كده لحد ما ياخد تشويحه بالشكل دوت. وبعد ما ياخد التشويحه دي هطلعه برضو على طبق. لو انت هنا حابه بعد ما تطلعيه تقسميه كده نصين بالمقص او تقطعيه قطع صغيره، براحتك. مش هيفك معاكي طالما اخد تشويحه على النار، تمام. لكن قبل ما تديله التشويحه ممكن يفك معاكي. هطلع برضو صدق كله كده واحطه جنبي في طبق، وهبتدي بقى انزل بالحاجات اللي بتاخد سوا اكتر. فانا هنزل اول حاجه بالكلاوي، لان الكلاوي من الحاجات اللي بتاخد سوا. طبعا مفتوح معاكي تحطي اي حاجه انت عايزاها، يعني ممكن تجيبي مكعبات اللحمه تقطعي حتت صغيره وتحطيها، مفتوح معاكي تحطي اي حاجه في الصينيه دي. تاني حاجه دي فشه. جبت الفشه وسلقتها في ميه وورق لورا وحبهان، وبعد ما اتسلقت معايا قطعتها قطع صغيره كده، وبنزل بيها على الكلاوي. طبعا الكلاوي بتاعتي كانت كده نص سوا، تمام. طبعا بقى انت ممكن تحطي طحال، ممكن تحطي لسان، ممكن تحطي زي ما قلت لك شرايح لحمه، تقطعي حتت صغيره وتحطيها. لو هتحطي شرايح لحمه هيبقى اللحمه تتحط قبل ما تحطي الكلاوي، تمام، لان اللحمه بتاخد سوا اكتر من الكلاوي. بس هتقطعيها شرايح رفيعه زي بتاعه الشاورما كده. طريقه اللسان، بتجيبي اللسان برضو قبل ما تقشريه ولا اي حاجه، بتحطيه برضو يتسلق، تغسليه الاول وتحطيه برضو يتسلق في ميه فيها حبهان وورق لورا. وبعد ما بيتسلق بتقشريه وبتقطعيه قطع صغيره وتضيفيه للصينيه بتاعتك. والطحال برضو بنفس الطريقه، برضو عايز تحطي المخاصي برضو انت وراحتك، الصينيه دي مفتوحه معاكي تحطي فيها اي حاجه. بعد بقى ما بفضل كده اقلب فيهم ويكونوا استووا كويس مع بعض كده، وصلت معايا لتلات ارباع سوا. هقلبها كده واوسع مكان بقى للكبده. الكبده دي بنزل بيها اخر حاجه، لان الكبده من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا، يعني بالكتير قوي 10 دقايق، تمام. هنزل بقى بالكبده بتاعتي، طبعا ما بغسلهاش انا، بس مصفياها خالص من الدم بتاعها، تمام. وبسيب الكبده اول ما يبتدي كده لونها يتغير وتتشوح من تحت، ببتدي بقى اقلب الكبده زي ما انتم شايفين كده وادخلها مع باقي المكونات. كده خلاص الكبده بتاعتي اتقلبت معاهم واتشوحت تمام. هبتدي انزل بقى بمعلقه ونص من الثوم. طبعا عشان انا عامله كميه كبيره نزلت بمعلقه ونص، انت لو هتحطي كميه اقل انزلي بمعلقه مرينه من الثوم المفروم. طب انت لو مش عندك ثوم مفروم جاهز هتنزلي براس ثوم، تمام. هبتدي بقى اقلبها كده بالثوم. هنا بقى بعد ما بديلها تشويحه حلوه كده بالثوم، ببتدي اضيف البهارات، ما بضيفش البهارات من الاول.
بعد ما خلاص كده بقى معايا اللي هي يا دوبك فاضل لها حوالي 5 6 دقايق على النار، هبتدي بقى هنا انزل بمعلقه كبيره مليانه من الكزبره الناشفه، وهنزل بمعلقه كبيره مليانه من الكمون، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبشره كده صغيره من جوز الطيب، ودي اختياري لو انت حابه تحطيها، او ممكن كمان تحطي نص معلقه من البهار المشكل اللي هو 7 بهارات، وهنزل بمعلقه كده من الملح. هي دي بس البهارات بتاعتنا، وممكن طبعا نضيف الشطه، تمام، بس انا عشان الولاد ووالدي ما حطيت لهاش شطه. هنا بقى عارفين بقى الفلفل الكبير الطويل اللي هو البارد ده، قطعته بالشكل دوت، ومعاه شويه فلفل الوان، وممكن تنزلي بشويه فلفل كوبي. كل ما هتحط لها كده فلفل هتدي معاكي طعم حلو قوي، وخصوصا بقى لو فلفل حامي طبعا. هبتدي بقى هنا انزل بالصدوق عشان يستوي، لان انتوا عارفين انا كنت يا دوبك بس مشمعاه كده ما كانش استوى. وطبعا الصدوق برضو من الحاجات اللي ما بتاخدش حاجه خالص على النار. بعد ما هنزل بالصدوق هنزل برضو بالكفته بتاعتي عشان تكمل سواها مع بعضيها، هديلهم كده تقليبه حلوه، وزي ما انتوا شايفين اهي مش هتفك هي والصدوق خالص، ولا الكفته ولا الصدوق، عشان احنا زي ما كنا عاملين في الاول مشمعينها. بعد ما بديلهم تقليبه كده معتبره وتتبلوا في بعض، هبتدي بقى اغطيها، مش بحط ميه ولا اي حاجه يا جماعه. هبتدي بقى اغطيها بغطا وهدي عليها النار تبقى متوسطه، واسيبهم مع بعض على النار حوالي 5 6 دقايق، وبعد كده بتكون جاهزه معايا. خلاص بقى هنا استوت، طفيت عليها، تيجوا بقى للتقديم بتاعها. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ استاهل بقى كام لايك. عايزه اقول لكم ان انا مش بسوي الفلفل قوي فيها، بخلي الفلفل كده فيه كرشه بسيطه، بيبقى طعمه حلو قوي. وزينتها طبعا ببقدونس بقى، واحط طماطم وليمون بقى، وعيشي حياتك طبعا الليمون عشان فيها كبده وكلاوي يعني، وسلطه الطحينه الجميله دي القمر، و30 40 رغيف، وعيشي حياتك بقى. المهم عايزه اقول لكم ان في تريكه ممكن تعملوها لو حابين بقى، بعد ما تجهزوا الصينيه كده تعملوا لها فحمه كدابه، حته فحم كده وتنزلوا عليها ببشره ليا. عايزه اقول لك برده هتبقى حاجه ولا يا ولا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.